دكتور فارس، هل حضرتك سامعني؟ ممكن حضرتك تفتح الكاميرا وأنا هعمل تعريف سريع بحضرتك للسادة المهندسين، ثم تعريف مهندس عمر ومهندس أحمد عبد الواهب. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. السلام عليكم وعليكم يا السلام ورحمة باشمهندس. الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله أنا آسف يحفظك. اتأخرت على حضرتك دقيقتين. اتفضل سيادتك، اتفضل. نبدأ بالتعريف بتاع دكتور فارس عمران. المستشار الدكتور فارس عمران هو خبير التدريب القانوني والبرلماني العالمي، خبير تدريب قانوني في مجالات القانون والعقود والمناقصات والتحكيم والوساطة والصياغة والبرامج البرلمانية. هو خبير بهيئة الخبراء الدولية التابعة للمنظمة الدبلوماسية الدولية للقانون الدولي وحقوق الإنسان. له باع طويل في طيب إعداد يا وصياغة. باشمهندس، احنا كده هنضيع الوقت في انك تعرف بيا، سيبنا اتعرف فينا بيهم. طب حلو جدا، ممكن. أنا ربنا يعني أنا يحفظك. حابب انا نستفيد شاكر من ليك علم اولا حضرتك. المقدمة الجميلة والرائعة يعني هي الموجزة الجامعة في نفس الوقت. يعني بسم الله ما شاء الله، حضرتك عرقت على محاور البرنامج. يعني تعريج مميز، لا إطالة فيه ولا اختصار مخل. ولكن انا مش حابب ان انا يعني نضيع وقت المشاركين في التعريف بيا. انا هعرفهم بيا في كلمتين: فارس عمران، استاذ بكلية الحقوق، ألقب بالخبير العالمي لأن أنا بدرب في أكثر من 25 دولة بأكثر من لغة منذ أكثر من 30 عاما. أتشرف اليوم بأن أكون ضمن الفريق الذي سينفذ معكم بمشيئة الله هذا البرنامج الهام، ليس فقط للمهندسين بل للفنيين وجميع القانونيين العاملين في الحقل. يمكن مش هقول المحاضرة لأن ما تعودتش أبدا إن أنا أقول كلمة المحاضرة وأنا في مقام التدريب، ولكن أقول المحاضرة وأنا بدرس لطلابي هناك في الكلية. أما هنا نحن في جلسة تدريب وليس في محاضرة. وفي جلسة التدريب يغلب علينا أمرين: الأمر الأول هو النقاش الموضوعي، الأمر الثاني هو التطبيق العملي لما تم نقاشه نظريا. هكذا تعلمنا من أساتذتنا أن يكون هكذا التدريب، أن ننقل واقعنا إلى قاعة التدريب، ثم ننتقل بقاعة التدريب مرة أخرى بعد ما نكون قد أعملنا أو أقمنا أو أدرنا تحديثا، لنتبين ما استفدناه من قاعة التدريب. هكذا علمونا خبراء التدريب على مستوى العالم أن المدرب لابد أن يكون صنايعي، بمعنى ألا يلقي معلومات نظرية، وإنما أن يعمل بيديه وبعقله وببصره وبكل جوارحه مع المشارك زميله. وهنا أقول زميل، نحن نلتقي كزملاء وليس كأستاذ وتلميذ، ومن ثم باب النقاش مفتوح على مصراعيه بما لا يضيع الوقت وبما لا يخرج عن نطاق موضوع البحث أو التدريب. أخونا الزميل المحترم المهندس محمد حدد لنا نقاط للحديث اليوم، وأنا أؤكد هنا أن باب الأسئلة مفتوح معايا، وأنه لا عالم ولا جاهل في القاعة. مجموعة زملاء التقوا للمناقشة والتحاور بشكل يفيد الجميع، ومن ثم باب النقاش مفتوح في أي وقت. يمكن أنا هبدأ لقائي بكم بطرح 3 أسئلة ليس أكثر. هذه الأسئلة ال3 قد تستغرق منا ساعات، ولكن أنا سأحاول أن أحافظ على الوقت المحدد لي اللي هو تقريبا 60 دقيقة. لكن أنا الأسئلة ال3 دي قدامي اهي. معلش أنا لم يعني أضع سلايد بالشكل الملائم، ولكن لأن الوقت ضيق، وهذه يعني هذا مجرد لقاء تعريفي. في اللقاءات الأخرى التي سنلتقي فيها تدريبيا بشكل دقيق سيكون الوضع مختلف. السؤال الأول بيقول: هو إيه الفرق ما بين العقد والاتفاق؟ السؤال الثاني: ماذا تعرف عن صور العقود الآتية؟ بنسمع على عقد نموذجي، بنسمع على عقد إذعان، بنسمع على عقد إداري، بنسمع على عقد خاص. الكلام ده ممكن يبقى في العقود الهندسية، هنشوف في العقود الهندسية وفي غيرها. السؤال الثالث:
هناك متطلبات معينة لكي نكتب العقد بشكل دقيق أو بشكل رصين. طيب أنا مش عاوزك تقولهم لي كلهم، لأن في بعض العقود تصل هذه المتطلبات إلى 100 وفي بعضها ينزل إلى 15. أنا مش عاوز لا 15 ولا 100، أنا عاوزك تقول لي بس 5 متطلبات تحس إن هي أساسية، وتلاحظوا إني أتحاور لا أحاضر. اتعاملوا معي على هذا المستوى وتلقوا مني ما تستفيدوا به. السؤال الأول، ما الفرق بين العقد والاتفاق؟ ممكن تكتبوا على الشات عادي وأنا هقرأ. قدامنا في الإجابة على ال3 أسئلة دي 5 دقائق ماكسيمم من الجميع، وبعد كده هبدأ النقاش. اللي عارف الإجابة يتفضل يقول لي جيم 1 كذا، جيم 2 كذا، جيم 3 كذا، وهكذا على الشات. لو ليه نفسه حاسس ان هو عاوز يتكلم افضل ما يكتب، انا مستعد. اتفضلوا يا ساده. لا، عاوزين نستعجل شويه، نستعجل شويه. بسم الله. اتفضل يا استاذ يزيد، اعتقد اللي رفع ايديه. اتفضل لو سيادتك عاوز تتكلم اتكلم. بعد اذن سيادتك يا باشمهندس محمد اعطي فرصه للمايكات. اتفضل اتفضل سيادتك. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافيه. الله يحييك. اتفضل. انا هحاول اجاوب بطريقه مختصره. الفرق، معلوماتي عن الفرق بين العقد والاتفاق هو ان العقد الاتفاق هو عباره عن جزء من العقد، يعني الاجريمنت او الاتفاقيه بتكون هي جزء من العقد، لكن العقد يشمل على عده امور، منها اللي هي الاتفاق، منها اللي هي الشروط، منها اللي هي المواصفات، منها اللي هي الملحقات الأخرى اللي ممكن تكون ملحقة بهذا العقد حسب طبيعة العقد وحسب الغرض من هذا العقد. بالنسبة للسؤال الثاني تفضل. نعم، بالنسبة للسؤال الثاني، العقد النموذجي هو بالمناسبة مش لازم سيادتك تجاوب كل الأسئلة، ولا لازم تجاوب إجابة كاملة. جزء من الإجابة هي مشاركة، ومشاركة بالنسبة لي أنا رائعة. اتفضل. نعم، العقد النموذجي أنا ما عندي إجابة واضحة له، فراح أتركه. عقد الإذعان هو يعني ممكن نعرفه اللي هو العقد اللي بيكون unbalanced بين الطرفين. اللي احنا عندنا نموذج لعقود إذعان هندسية، عندنا نموذج لكده يا أستاذ يزيد، يا باشمهندس يزيد. عندنا عقود إذعان أو عقود هندسية هي عقود إذعان عندنا. نعم ممكن تكون عقود هندسية. مثل لي. مثلا بيكون العقد يعني بيخرج عن نطاقه بسبب بعض الالتزامات اللي بتكون محاطة بطرف وهو غير قادر على السيطرة عليها، وهي خارج عن إرادته وعن سيطرته الكاملة. وكأنك تريد الحديث عن القوى القاهرة والأسباب الطارئة وما إلى ذلك، صح؟ حتى غير القوى القاهرة يعني تقريبا، ولكن في أشياء أخرى أبعد من أو يعني ممكن تكون مشابهة. كتر خيرك. أشكرك أستاذ جابر. أنا هكتفي معك يا أستاذ يزيد. أستاذ جابر، مهندس جابر، اتفضل. حياك أستاذ جابر. عاجل يا شباب لأن الوقت ضيق معانا. الله يبارك. معلش لحظة واحدة يا دكتور، افتح له المايك. اتفضل الأستاذ جابر. مش شايفه قدامي الاسم اختفى. طيب. معلش ممكن ناخد آية نصر؟ ناخد أي اسم بعد إذنك. باشمهندسة آية. باشمهندسة آية، اتفضلي يا ستي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لصور العقود النموذج، يعني أنا أقول إن أنا فاهماه. النموذجي أقدر أقول إن زي مثلا عقد الإيجار أنا بشتريه من المكتبة، تمام، هو نموذج موجود، يعني متفق عليه، حاجة موجودة ممكن أشتريها. الإذعان زي مثلا زي عقود الجيش. أنا بالنسبة لي كمكتب استشاري، إحنا لما بيبقى في مشروع مع الجيش فهو عقد إذعان، بيقول لي يعني take it or leave it، ما فيش أي تعديلات فيه. الإداري مش عارفة الإداري، بس الخاص أقدر أقول الخاص اللي أنا بكتبه بالاتفاق مع الطرف الثاني، وبنبدأ نشوف كل واحد يقول رأيه وكل واحد يشوف. كتر خير سيادتك. كتر خير سيادتك. كتر خير سيادتك. شكرا يا باشمهندس. الأستاذ المهندس عبد الله،
اتفضل سيادتك. انا هاخد 4 او مهندس 4 عبد بس الرحمن. وكافي. استاذ مهندس عبد الله رحمن تقريبا. عبد الرحمن، اتفضل. عبد الرحمن مش عبد الله، المهندس عبد الرحمن. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا باشمهندس. انا بدي احاول اجاوب على السؤال الثالث. اتفضل. اذكر 5 متطلبات لحسن كتابه العقود الاساسيه والعقود الهندسيه. باعتقادي من اهم الامور التي يجب ان تكون موجوده في العقد الهندسي اسماء الاطراف المتعاقده، بدايه العقد ونهايه العقد، المده تقصد يعني يا باشمهندس عبد الرحمن؟ نعم، المده. اتفضل حياك. التيرم والكونديشن للبيمنت، طريقه الدفع. التيرم والكونديشن للترمينيشن في حاله صار خلاف للترمينيشن. التيرم والكونديشن للديسشارج. صح، تمام. ها تمام نوعا ما. تمام. والديسشارج النهائي. كتر خيرك. احسنت يا باشمهندس عبد الرحمن، كتر خيرك. المهندس يوسف، اتفضل سيادتك. اتفضل سيادتك. اخونا المهندس معتز بيقول العقد واتفاق مكتوب على ورق عليه شهود وتواقيع ويشرح الحقوق لكل طرف. ماشي، كتر خيرك يا باشمهندس معتز. اتفضلوا سيادتكم. اتفضل يا باشمهندس يوسف لو عندك كلام عشان هقفل، وبعد كده هناخد المهندس احمد امجد. اتفضل. واخر كده اخر. يعطيك العافيه دكتور. حياك. العقد النموذجي هو من العقود اللي مصاغه مسبقا لتسهيل مهمه الاخرين، فممكن تعديله واضافه عليه. هل تشترك مع المهندسه آية في انها العقد النموذجي زي عقد الايجار اللي بنشتريه من المكاتب وما الى كذا؟ هل لا تشترك؟ لا يختلف. عقود الإدعان هي العقود المطبوعة مسبقا ومهيئة من قبل مؤسسات زي شركات الكهرباء، وأنا ملزم بالتوقيع عليه. بإذعان. أيوة. للإدعان، وعادة تكون مطبوعة بأحرف يعني صغيرة جدا، ولها يعني أنا ملزم فيها، يعني أنا ما عندي مجال إلا أن أوقع هذا العقد. زي ما تحكي أنا بدي شركة الكهرباء، معناته أنا ما بقدر أعيش بدون كهرباء، فأنا ملزم إني أوقع على شركة الكهرباء. كتر خيرك. العقود الإدارية هي العقود اللي المقاولات أو غيرها اللي توقع بين الأفراد والدولة. والعقود يعني هي العقود الإدارية هي العقود الحكومية. هي العقود الحكومية بين الأفراد والحكومة. والعقد الخاص يعني هي العقود اللي تتم بين أطراف وشركات خاصة، يصيغوها بطريقة اللي بدهم إياها، يعني باللغة اللي بدهم إياها. أحسنت. متطلبات الرئيسية لكتابة أي عقد. كافي يا باشمهندس، صباح الخير. كافي. مهندس أحمد اتفضل. الله يحييك. شكرا دكتور. الله يحييك. مهندس أحمد اتفضل. كنت رافع ايدك. ثواني يا دكتور. اتفضل يا مهندس. أنهي مهندس؟ مفيش أحمد رافع ايده. هو كان فيه ممكن يكون نزل ايديه لما انا اشرت اليه. اعتقد ان المايك عنده. هو موجود اهو. مهندس احمد امجد. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا باشا. سريعا عشان الوقت. السؤال الثاني اعتقد باذن الله العقد النموذجي هو العقد المتوازن ما بين الطرفين بتوع العقد. عقد الإذعان هو العقد اللي فيه شروط نوعا ما مجحفة على الطرف الثاني، لا يستطيع مثلا، ما فيش فيه تعويضات، ما فيش فيه حاجات زي كده. العقد الإداري زي ما الزميل الفاضل قال، العقد مع الجهات الحكومية في الدولة والخاص وما بين طرفين. ليه هو يا باشمهندس أحمد العقد النموذجي مش ممكن يبقى مع الجهات الحكومية؟ ممكن. صح. حضرتك ميزت ما بينه وما بين العقد الاداري كده، بعدته شويه عنه ولا ايه؟ ماشي كمل. كمل يا باشا. عندك حاجه ثانيه يا باشمهندس احمد؟ اتفضل. هو الطرفي العقد يكونوا موضحين نطاق الاعمال، القيمه المقابله لنطاق الاعمال، ومده التنفيذ. فدول بيتهيألي اللي هو الايجاب والقبول يكون فيه. كتر خيرك. كتر خيرك. اشكرك. معذرة أنا مش هقدر أخد بقية الإخوة، بس أنا فعلا بشكركم على هذه اللياقة وهذه الروح وهذه الرغبة في الاستفادة وهذه المشاركة التفاعلية الجادة. للأسف ليس أمامي إلا بالضبط كده
44 دقيقة وأنا هدخل على لقاء آخر، فمش هقدر أكمل معاكم أزيد من كده، ولكن خلينا نستفيد من ال 44 دقيقة دي، رغم إن المهندس محمد عرض عليا أزيد، لكن أنا بعتذر دايما مقصر. هو إيه العقد وإيه الاتفاق؟ ركزوا بقى معايا كده بهدوء ونسمع، لكن الحاجة اللي ما تدخلش مخكم قولي لي لو سمحت اقف، وأنا مستعد. أنا ما بستفيدش من حاجة قد من قاعة التدريب، بتعلم فيها. من أسوأ ما يكون إن أنا ألاقي واحد كده كاتب لي عقد اتفاق بيع، عقد اتفاق مقاولة، عقد اتفاق توريد. الله، ما تهدى شوية على نفسك. هو أنت طلعت فوق الآخر نزلت تحت ليه؟ ليه؟ أساتذتنا، أنا الكلمة دي بحبها، وبتاع كلمة أساتذتنا دايما أحب أرجع لفضل أساتذتي. أساتذتنا يقولوا العقد عنصرين: اتفاق بلس إلزام. الاتفاق هو توافق إرادتين، تلاقي إرادتين، لكن لو ما فيش الإلزام ما يتحولش العقد. إذا الاتفاق جزء، زي أحد الزملاء المحترمين قالها، الاتفاق ده جزء، عنصر من عناصر العقد. ولذلك هناك فرق بين الاتفاق والاتفاقية والعقد. في فرق ما بين الثلاث مصطلحات دول، مش هدخل فيهم قوي، ولكن لما أقول عقد يبقى أنا ضمنيا قلت ده اتفاق سابق، لكن هو أعلى من الاتفاق لأن في جزاءات. وخدوا بالكم، ودي حتة معلومة جميلة ويمكن عرج عليها أخويا المهندس محمد، ظننته أنه قانوني وليس مهندس حينما تحدث. ليه؟ قال في أحكام نلتزم فيها نحن المتعاقدين رغم أنه ليس هناك نص عليها في العقد صريح. ليه؟ لأن القانون أطرها. من بين ذلك الجزاءات، هناك جزاءات ولو لم ينص عليها صراحة في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أن يعملها، زي التعويض. ده مش محتاجين. يعني أساتذتنا في مرة هنا، أساتذتي هنا لأن أنا باعتباري قاضي سابق وحاليا أستاذ دكتور في الكلية، أساتذتنا هنا قالوا أن التعويض لا ينص عليه في العقد لأنه مبدأ قانوني ملزم، وحظره باطل. يعني ما ينفعش يقول لا يجوز لأي من الطرفين أن يطالب الآخر بالتعويض عن أي ضرر أصابه. هذا نص ينص ولكنه لا يعمل به، باطل. في بعض الدول تقول لك شرط فاسد. طيب الكن دي خلاص عرفنا كده أن العقد هو تلاقي إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، يعني في اتفاق بلس إلزام، يعني في جزاءات تتوقع، أصبح هذا عقد. الزميل اللي قال أن من بين متطلبات العقد الاتفاق، لا، هي من بين متطلبات العقد اتفاقية العقد. في فرق ما بين الاتفاق والاتفاقية، ودي بتظهر معانا قوي في عقود الفيدك في المستندات كده وأولويات المستندات وما إلى ذلك. طيب تعالى واحدة واحدة بقى كده، اجي على انواع العقود. انا مش هاخد كل انواع العقود لان انا بس عشان اخد انواع العقود انا محتاج شهر، ولكن هعرض سريعا كده على انواع العقود اللي هعمل عليها فوكس قوي معايا بالنسبه لزملائي المهندسين والمحامين. عجبتني قوي استاذتي المهندسه آية وهي بتقول لي في العقود النموذجيه، لا اللي هي النماذج بتاع اللي بتشتريها في المكتبه. لا يا استاذتنا، لا يا باشمهندسة، يا سيدتي المحترمة، هذه تسمى نماذج وليس عقد نموذجي. أمال هو إيه العقد النموذجي؟ العقد النموذجي ده اللي أنا بلاقيه كده في الدوكيومنتس، في المناقصات، أو في الإسناد المباشر، أو في الممارسات. ده من ضمن الأوراق بتاع الطرح، وسيادتك تقدم العطاء بتاعك وبتملأ، وتيجي لما ترسى عليك يقول لك وقع العقد ده، احنا بعتين لك مسودة العقد. ليه؟ لأن هو معد من الجهة الطارحة. وانت مش هتقدر تغير فيه. لما يرسى عليك الأمر هيتملي البيانات، اسم الطرف والمبلغ، الحاجات اللي هي كانت فوارغ دي. الكلام ده مش هيتفهم إلا ما أقول لك عقد الإذعان.
هربطهم مع بعض دلوقتي. طب امال ايه عقد الاذعان؟ بص كده بقى، حد بقى يلعب معايا الدور، عشان هنقول كلام خطير في الحته دي. يا احمد يا امجد العب معايا الدور. احمد امجد طلع من البيت، المدام بتاعته قالت له بص، لو رجعت من غير ما تتعاقد على الكهرباء مش هتدخل البيت، لو رجعت من غير ما تتعاقد على الغاز مش هتدخل البيت، لو رجعت حاجات هو البيت هو اساسا ما فيش غنى عنها، خدمات استراتيجيه. احمد مطرود من البيت، لو ما وقعش، لو ما جاش بالعقد مش هيدخل بيت، وراح هناك عند الغاز او بتاع الكهرباء او بتاع الميه قال له عاوز اتعاقد. فهو بيقرا في البنوك كده، ركز معايا يا باشمهندس محمد عشان الحته دي مهمه، وهو بس انا حاسه اذعن لمراته وهيذعن للدوله يا عيني. الله يفتح عليك، الله يفتح، هو مغلوب على امره هنا وهنا، هو دي الخلاصه، الله يبارك لك. فهو راح هناك قال لهم بقى انا على فكره انا مهندس عقود وبفهم كل حاجه في العقود. قالوا له ايه المطلوب؟ قال لهم اصل الماده دي، قال له بقول لك ايه، احنا مش عاوزين فزلكه، في الطابور وراك كتير، هتقعد تقول لي الماده دي ومش مش عاجبك امشي، يا توقع وانت مغمض. هو زي ما اختصرها لنا المهندس محمد، هو اتطرد من البيت زاعنا وجه هنا وقع زاعنا. ليه؟ في عقود الاذعان هو ما يستطيعش ما يتعاقدش. ليه؟ لان هو بيتعاقد على خدمه لا غنى عنها. هو ممكن ما يتعاقدش على الميه، ممكن ما يشربش ميه، ممكن ما يتعاقدش على النت دلوقتي، ممكن ما يتعاقدش على الكهرباء، ممكن ما يتعاقدش خدمات، ممكن ما يتعاقدش على النظافه، ماشي، مش عاوز، خلينا مش من النظافه، مش مشكله. انما هو من ناحيه لازم هذه الخدمه، ومن ناحيه ثانيه لا يستطيع ان يتفاوض او يناقش في بنود العقد، فهنا عقد اذعان. انما في العقد النموذجي غير. انا كشركه مخير بين ادخل هذه المناقصه او لا، مش زي هناك ملزم ادخلها، لكن لو دخلت المناقصه ما اقدرش اناقش في بنود العقد، فهو نموذجي من حيث الجهه. ولكن حينما يتم تعميدك او الترسيه عليك او الاسناد كما يسمى في بعض الدول الاخرى، في هذه الحاله انت ملزم توقع العقد كما هو، لكن انت من حيث المبدا مش ملزم تدخل، بعكس الاذعان ملزم من حيث المبدا، ومن حيث التوقيع ملزم. هنا مش ملزم من حيث المبدا، لكن لو دخلت وقع لنا زي ما هو. هذا هو العقد النموذجي. طيب ده جميل، ابعد بقى على الحته دي، انا بحاول بس اوصل للكلام بتاعنا. هل عندنا عقود هندسيه عقود اذعان؟ ابدا، قولا واحد ابدا، ما عندناش عقود هندسيه عقود اذعان، ولكننا عندنا عقود هندسيه عقود نموذجيه. انا دلوقتي مكتب هندسي، دخلت على جهه طرحه مشروع تنقيب، مشروع بناء مدينه سكنيه، ماشي، انا اولا كان من حقي ادخل او ما ادخلش حسب قدراتي، ولما دخلت ومليت الاستمارات واستوفيت وبتاع كده قالوا لي تعالى وقع. طب بعد اذنك، لا بقول لك ايه، احنا من ضمن الاشتراطات توقع. هذا اسمه عقد نموذجي، مش مشكله، لكن له ليس عقد اذعان. طيب تعالى بقى عشان ادخل معاكم بقى في الكلام الرايق شويه، اللي هو العقد الاداري والعقد الخاص. اولا العقود الهندسيه يمكن تكون اداريه ويمكن تكون خاصه. خدوا بالكم ما بتكلمش في العقود بتوسع، ده انا قافل نفسي على الاخر. طيب فاكرين حديث سيدنا النبي اللي قال كلكم يدخل الجنه الا من ابى؟ انا بقى هعكس او هعمل اسقاط على الكلمه دي يا باشمهندس احمد يا عبد الوهاب. ايه بقى؟ كل العقود خاصه الا ما توافر فيها ثلاثه شروط. كل العقود خاصه الا ما ركز كده معايا، انا ما بشرحش على سلايد، حتى لما المهندس محمد قال لي اشرح على سلايد قلت له ما فيش وقت، ده هم 60 دقيقه اقول لهم سلام عليكم وعليكم السلام، ما فيش وقت. لا انا هنتمسك بقى باكتر من كده يا دكتور، شكلنا انبسطنا من القانون وطبعا اكتر من كده. الله يعزك، انا والله شرفني، لكن بجد فعلا انا هنزل من المحاضره بتاعتك، عندي محاضره حضوري في الجامعه ومهمه جدا. الله يعزك، كتر خيرك، انا ليا الشرف. اللهم صل على رسول الله. طيب كل العقود خاصه يا اصدقائي الاعزاء يا زمايلي الاحباء الا ما توافر فيها كم شرط، ركزوا معايا، 3. يعني لو توافر، وهذه الشروط لابد ان تتوافر مجتمعه عشان العقد يبقى حكومي، يعني يبقى عام، يبقى اداري، ما هو دي كلها مترادفات، العقد الاداري هو العقد العام هو العقد الحكومي. اول شرط ان احد اطراف العقد هنا حكومه
على الاقل، وهنجي لها الحته دي. تاني شرط ان هذا العقد متعلق بتسيير مرفق عام، برضه هنشرحه يعني سريعا ان شاء الله. ثالث شرط، هذا العقد تضمن اشتراطات غير مألوفة، اشتراطات استثنائية، اشتراطات مش الطبيعي انها تبقى موجودة في العقود الخاصة. هم أربع اشتراطات غير مألوفة. ان الجهة الحكومية المتعاقدة من حقها تعدل العقد بالإرادة المنفردة اللي هو بنسميه التشينج اوردرز. تمام. أن الجهة الحكومية المتعاقدة تستطيع توقيع الجزاءات بالإرادة المنفردة. أنت عامل مشكلة، هوقع عليك الجزاءات واضرب راسك أنت في الحيط، روح أنت المحكمة ولا روح التحكيم وما أروحش، أبقى أروح وراك لكن مش هبقى مدعي. رقم 3، أن الجهة الحكومية حينما تنفذ معها لها الإشراف والرقابة والتوجيه عليك وكأنك مرؤوسها. رقم 4 في الاشتراطات، أن الجهة الحكومية إيه بقى؟ لها أن تنهي العقد بالإرادة المنفردة. وكلمة الإنهاء دي تقلق، خليني أكتب الكلام ده عشان أنا هحتاجه بسرعة معايا. ركزوا معايا يا أساتذتنا، ركزوا معايا الله يبارك لكم. أهو عشان بس أنتوا ما تضيعوش مني. أهي أهو اشتراطات العقد الحكومي. ولما أقول العقد الحكومي اللي هو العقد الإداري اللي هو العقد العام، مفهوم؟ 1، الحكومة طرف. وانت تلاحظ انا قلت الحكومة طرف، يعني على الأقل أحد أطرافه حكومة. هنشوف يعني. 2، متعلق بتسيير مرفق عام. جميل. 3، متضمن شروط بنسميها غير مألوفة، أو بعض أساتذتنا يقول لك شروط استثنائية غير مألوفة. اللي هم 4 اشتراطات عشان بس إيه برضه تبقى باينة، اللي هو الإنهاء، التعديل، الإشراف والرقابة، توقيع الجزاءات. أهو ما توافرت فيه هذه الاشتراطات الثلاثة بهذه أو هذه العناصر الثلاثة بهذه الاشتراطات ال4 هو عقد حكومي. طب تعالى كده سريعا، أنا مش هطول كتير لأن أنا ما يهمنيش الموضوع ده قد ما يهمني الموضوع اللي وراه. الحكومة طرف. طب أنا مثلا في مصر مش لازم تبقى رئاسة الجمهورية، أي وحدة حكومية. أنا في المملكة مش لازم الديوان الملكي. أنا في الكويت مش لازم الديوان الأميري. أي وحدة حكومية طرف. أدي. طب ماذا لو كان العقد طرفي حكومة بها ونعمت؟ وخد بالك الحكومة هنا بوصفها سلطة عامة. ماشي. الأمر متعلق بتسيير مرفق عام. أنت بتديني مثال. يعني أنا دلوقتي لو عملت عقد معاك تنشئ لي ملحق للمبنى بتاع الوزارة، كويس. ده أنا خد بالك، ده أنا لو عملت معاك عقد إنك أعينك عندي كاستشاري في الوزارة، برضه عقد حكومي. تخيل. الله، ده أنا لو عملت معاك كرمك الله عقد إنك تعمل لي صيانة للمعدات اللي عقد حكومي متعلق بتسيير المرفق العام. حلو قوي. رقم 3، هذا العقد في عنطزة شوية كده، في عنطزة. ما فيهوش الكفتين كده، لا لا لا، في عاملة كده. وانت مسوي نفسك بيا انا حكومة. خد بالك هجازيك وابقى روح انت اشتكي، هشرف عليك، انت موظف عندي. انا رغم انك متعاقد بس مش زيي، ان اعلى منك شويه. هنهي العقد بالاراده رغم ان انت محترم وما غلطتش، بس ايه للمصلحه العامه. وهكذا. هذه اشتراطات. سريعا هذا الكلام يا شباب عشان اقعد اشرحه لا ابالغ لما اقول لك انا بشرحه فيما لا يقل عن 40 يوم. ماشي. تعالوا كده ادخل بقى على المتطلبات. المتطلبات وحدث ولا حرج. اذكر ان في احدى الدول وانا بتحدث عن المتطلبات قعدت بالظبط 17 يوم في 5 ساعات اتحدث عن المتطلبات. طيب تعالوا كده. هو انا مش هقول المتطلبات كلها، لكن انا هقول 5 منها. ال5 اللي احنا قلناهم دول 5 بس، مش اكتر من كده. طب بص كده. اول حاجه الاطراف. اهو
تاني حاجة المحل. تالت حاجة المدة. رابع حاجة البند المالي. خامس حاجة الضمان. تصدقوا أنا أقول لكم 6، ده لو كان في وقت، لأن بند الجزاءات ده الحقيقة ما أقدرش أسيبه. خليني أقولها بس بسرعة برضه. أجي عند الأطراف، تقول لي هي إيه المشكلة في الأطراف؟ أقول لك في المشكلة. هل تعلم إن عدم سلامة كتابة الأطراف تصل بالعقد إلى حد الانعدام؟ مش هقول البطلان، والبطلان ده أساتذتنا قالوا فيه بطلان نسبي وبطلان مطلق، لا ده بتصل إلى حد الانعدام. يعني إيه؟ مفيش عقد أساسا خالص، لا باطل ولا قابل للإبطال، أهو مفيش. يا الله، أنت بتقول إيه؟ طب أنا هديكم نموذج صغير، مش هشرح قوي في الموضوع رغم إن الموضوع ده بياخد وقت طويل قوي بتاع الأطراف ده، لكن انا هقول كلمتين صغيرين خالص كده. ما اعرفش انتوا صاحيين بقى ولا نايمين الاول؟ صاحيين ولا نايمين؟ طيب انت ممكن صاحي، نكتب في الجماعه دول الكومنتس. نايمين، لا الجماعه دول نصحيهم، نايمين. اللي صاحي يكتب في الشات 6 خلينا كده ابص، ونشوف كم واحد خلينا صاحي. ابص عليهم. اللي صاحي يقول انا صاحي على واللي الشات. بيسمعونا على لينكد ان على فرونتيرز انترناشونال نشوف فين؟ برضه كم واحد معانا. كلهم نايمين اهو يا باشمهندس، اهو ما فيش الا واحد اللي صاحي بس، هو امجد سامي، احمد سامي. 13 من 200. كل ده نايم. طيب كتر 30 واحد اهو. اسمعوا 40. الله يبارك لكم، اسمعوا بقى الله يبارك لكم، اسمعوا كتر خيركم، اسمعوا بس الله يعزك، الله يبارك لكم، كتر خيركم. خلاص انا بس بداعبكم، هو ده اسلوبي، ان انا بداعب شويه لان انا بتكلم مع زملاء مش مع تلامذه. اجي عند الاطراف، تخيلوا هقول لكم عبارتين بس، العبارتين دول يفرقوا معانا فرق السماء والارض. بص كده، ما هو خد بالك المتعاقد معايا يا اما جهه حكوميه يا اما قطاع خاص يا اما بني ادم عادي، صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي مثلا عاوز اعمل فيلا، اروح نازل على المهندس محمد اقول له يا باشمهندس محمد ممكن بعد اذنك تشيد لي الفيلا بتاعتي؟ انا بني ادم اهو، وهو ممكن يكون بني ادم عادي او مكتب، صح؟ طيب، وممكن او يكون المتعاقد شركه تعاقدك عشان تعمل حاجه، وممكن يكون المتعاقد جهه حكوميه. يبقى اذا المتعاقد هو احد ثلاث. طيب سيبك من مش هماني قوي الحته دي، لكن بص كده اللي يهمني هنا في الحته دي بقى، بص كده، هقول مثلا هقول بلديه، احنا اعتقد ان احنا عندنا يعني جنسيات مختلفه معانا، هقول مثلا وزاره الاقتصاد مثلا كطرف اول. طبعا احنا عندنا قاعده ذهبيه في تحديد من يكون الطرف الاول ومن يكون الطرف الثاني، مش مقامها دلوقتي، هنقولها لما يحين المقام ان شاء الله. لكن تخيل كده يا باشمهندس احمد يا امجد، اطلع كده افتح لنا الباب عشان وزاره الاقتصاد جايه، ابدا. ولكن واحنا بنكتب العقد، وهقول لكم الكتابه اللي جرى عليها العرف وخطا، والكتابات ما بين صح وخطا في الاتي. بص كده، وزاره الاقتصاد ويمثلها الله. طب ويمثلها في هذا العقد الله. طب امال اللي بنشوفها ويمثلها في التوقيع على هذا العقد، لا اولا دي اركنها، لان هذه لا يمثلها في التعاقد ده، بس بيمثلها في التوقيع. بس مين اللي تعاقد ما قالش رغم انها منتشره. لا تعالى بقى واحده واحده كده، خلينا اخد الاولانيه. خلينا اخد الاولانيه دي. ويمثلها، لما اقول ويمثلها اعلم ان الفيرست مان هو اللي هيتعاقد. انا بتكلم عن وزاره ويمثلها المهندس احمد، طبعا اسمه ثلاثي على الاقل، بصفته الوزير، احتمال ما يكونش. طيب ويمثلها المهندس احمد بلاش وزير، رئيس قطاع العقود. يعني انت عاوز توصل لايه؟ عاوز اقول يا اساتذتنا لما نقول ويمثلها، انا طبعا بكرر، انا اتحدث اليكم قضاء وفقها، خدوا بالكم.
وكمستشار قانوني عايش الواقع، مش راجل حافظ له كلمتين وقرا كلمتين في الكتب وبيتكلم، لا ده انا عايشها واقع على كل المحاور، حتى في قضايا التحكيم اللي بفصل فيها. ويمثلها المهندس احمد. طالما قلت لفظ يمثلها وسكت، يبقى الرجل الاول هو اللي جاي، سواء هو الرجل الاول على الاطلاق، الرجل الاول في الوزاره هو الوزير، او الرجل الاول في خصوص العقود بحكم بطاقه الوصف الوظيفي. يبقى كده تمام، يبقى انا هنا مش محتاج حاجه. طبعا بقى بعد كده بنقول عنوان وايميل وتليفون وفاكس ومش عارف ايه وشرع ايه، مش عارف، مش هو ده موضوعي، ماشي. لكن تعالى بقى في الحته دي بقى، تعالى كده. ويمثلها في هذا العقد. اتفضل يا باشمهندس احمد، اتفضل المهندس احمد. اتفضل، رفع ايديه. لو امر مستعجل ماشي، مش احمد. مهندس احمد هيكل، لو في حاجه حضرتك حابب تكتب في الشات ممكن، لو حاجه مستعجله نفتح المايك. اكتب لنا في الشات هنعرف. اتفضل يا دكتور. ويمثلها في هذا العقد. كده عرفت ان اللي جاي ليس هو الفيرست مان. ويمثلها في هذا العقد فارس عمران. انت مين يا فارس عمران؟ بصفته باحث قانوني. الله 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 الله، باحث قانوني؟ مش تحترم نفسك وتخليك على قدك؟ لا استنى بس، ما تغلطش فيا. بموجب، ايوه كده، تجيب لي اللي يجيب صفتك، انما الاولاني يجيك الناس كبار، فهو صفته بحكم الوظيفه. انما هنا ويمثلها في هذا العقد فارس عمران بصفته بموجب، ايوه، احد موجبين، بصفته او بموجب قرار التفويض، واحيانا نقول بموجب قرار الوكاله. استنى بقى كده، انت كده برجلتنا، انت مش عارفين ايه اللي جابك النهارده، معلش استحملوني بس في الحته دي، لان دي حته مهمه جدا. وبسببها تبطل عقود وتعدم عقود. اركز بقى في الحته دي. هو قال لنا فارس عمران ده باحث قانوني صغير كده على قده. اقول لك نائب رئيس قطاع العقود، شوف قد ايه. بس برضه ما يعرفوش. ولكنه معه قرار تفويض، لا معه قرار وكاله. خد بالك هنا في فرق ما بين قرار التفويض وقرار الوكاله. يعني هو لو جاب وكاله في حاله التفويض العقد باطل مش منعدم، ولا جاب تفويض في حال الوكاله العقد باطل وليس منعدم. انما هو جه كباحث ومعاه لا معاه تفويض ولا وكاله، العقد منعدم. طب تعالى، طب ما الفرق ما بين التفويض والوكاله؟ التفويض معناه ان صاحب الصلاحيه في التعاقد موجود، خد بالك موجود، ولكنه مشغول، فاسند اليه صلاحيه التعاقد، ما اسندش اليه صلاحيه التوقيع على العقد، لا، لان التفويض في التوقيع ده حاجه غير التعاقد. فاسند اليه صلاحيه التوقيع، صلاحيه التعاقد. وخد بالك بقى، ايوه، وهو بيتعاقد يا باشمهندس احمد يا امجد، خليك يمين، خليك شمال، اطلع فوق، انزل تحت. احمد امجد ليس الا آلة تتحرك في يد المختص الاصيل بتاع التعاقد، وبالتالي المسؤوليه عن العقد كله على الاصيل وليس على احمد امجد. حلوه قوي، قويه دي. انما امتى اقول له وكاله؟ لان فارس عمران، او بمعنى اصح الاصيل اللي هو يتعاقد، غايب، فقام فارس عمران بموجب قرار وكاله مكانه. ايوه، ولذلك الاصيل هنا لن يراقبه ولن يشرف، والمسؤوليه على من تعاقد وكاله. يا الله، قويه، قويه قوي دي. ولذلك ستبطل العقود وتصح هنا. حد فهم حاجه في النقطتين دي؟ حد فهم حاجه سريعا؟ اللي عنده اي تساؤل في هذا الامر انا جاهز له. طب ممتاز، طب ممتاز. انا بقى اكتبوا لي على العام، ما تكتبوليش على الخاص، اكتبوا لي على العام يا ساده. طيب هل فهمي هذا صحيح محمد عبده؟ خليني انا ما شفتكش، انت قلت ايه؟ انت قلت يا محمد اكتب عام يا محمد، ما تكتبش خاص، ما حدش يكتب لي خاص يا ساده، اكتبوا على العام every one. ما حدش يكتب لي خاص خالص. طيب يبقى اذا تاني وفي عجاله،
لو انا قلت يمثلها في هذا العقد يبقى يا اما جاي تفويضا يا اما جاي وكاله. الوكاله هنا مش بتاع شهر العقار ولا بتاع كاتب العدل، ده قرار اداري جوه. بس ايه، دايما اقول في زمن فسدت فيه الذمم لا مجال لممارسه الوظيفه شفاهه. ما ينفعش يقول لي في التليفون الو روح يا فارس تعاقد، لا اديني حاجه مكتوبه عشان يبقى مستند. والحاجات دي هتتحط في ملف العقد نفسها، امال ايه؟ انما لو قلت له ويمثلها في التوقيع على هذا العقد، لا يا مولانا، ده انت تقصد تحت بقى وهو بيوقع عنه بموجب قرار التفويض بالتوقيع فلان فلان. لا لا، ده موضوع ملوش دعوه بالتعاقد، ده دعوه بالتوقيع. وفي فرق ما بين افوضك في التوقيع على العقد وبين افوضك في التعاقد، في فرق كبير. انت بتقول ايه؟ ولذلك انا اذكر ان انا يعني كسبت 5 قضايا بنفس اللفظ ده. طيب لكن لو كانت اللي بتتعاق، طبعا انا مش عاوز اقول لكم انا سريع قد ايه في النقاش، لكن لو كانت اللي بتتعاق الشركه هتبقى نفس البيانات، طبعا في بيانات اخرى لكن هيضاف اليها بيانين اساسيين، اللي هو نوع الشركه، هل هي شركه مساهمه، هل هي ذات مسؤوليه، هل تضامن، هل هي توصيه، هل والسجل التجاري، وبعد كده نكمل. طيب خلوني ابص لكم كده، ماذا لو كان المتعاقد بني ادم، شخص، انا اتعاقد عن نفسي او انا اتعاقد عن ابني او انا اتعاقد سيتعاقد الشخص عن نفسه باحدى 5 صفات. كم صفه؟ 5. يا اما اصيل، يا اما ولي، يا اما وصي، يا اما قيم، يا اما وكيلا. يعني مش هقدر ان انا اشرح الكلام ده لان الكلام ده هياخد مني وقت طويل، بس هو مهم. لكن خدوا بالكم، اتعودنا في الديباجة أو في التمهيد بتاع العقد نقول وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة، ونيجي لما يكون في أشخاص اعتبارية وبصفتهم القانونية أو بصلاحياتهم واختصاصهم القانوني، لازم تتقال الكلمة بهذه الكيفية، لأن في فرق ما بين الأهلية لي كشخص وبين الاختصاص والصفة لي كموظف يمثل شخص اعتباري، في فرق كبير. فلازم إن احنا نفهم الحتة دي قوي. طيب تعالوا سريعا هقفز بيكم إلى المحل. هو المحل هنا مش مقصود به المكان، المقصود به الموضوع الذي ينصب عليه العقد. إليه؟ الموضوع الذي ينصب عليه العقد. إيه يعني؟ ما أناش فاهم. يعني أنا دلوقتي في العقود الهندسية أنا بشيد مدينة. يبقى هي أنا بنشئ مبنى. المبنى ده أنا بعمل ترميمات، مش هو المبنى اللي بيتعمل في الترميمات. أنا بعمل حاجة على الأرض، إيه الأرض؟ وهكذا. إذا المحل هو جواب على التساؤل على ما ينصب التعاقد، على ما ينصب التعاقد. الحقيقة هنا يمكن أنا سمحت لأخويا المهندس محمد وهو بيقدم وتحدث عن المواصفات الفنية أو كراسة الشروط والمواصفات. طبعا لا يمكن أن أنت تقدر تدرك حقيقة العقد الذي يكون بتنفيذه إلا إذا كنت قد اطلعت مسبقا على خطوات التعاقد هناك، من عند ما طرحت الجهة واشتريت المستندات بتاع المناقصة والعطاء اتقدم واتفتح واتفحص فني واتفحص مالي والقصص دي لازم تفهم. ولذلك دايما او في اغلب العقود بتاعتنا بيقول لك كراسة الشروط والعرض الفني ومش عارف كذا كذا، جزء لا يتجزأ من العقد ويفهم ويقرأ معه. ماشي، ده جميلة جدا. طيب انا مش عاوز اطول في الحته دي رغم اهميته. خد بالك، من اشد واكثر بيوت الداء في العقود هو بند المحل. وعاوز اقول لك اذا كنت قد اصدرت 131 حكم تحكيمي فمنهم 111 في محل العقد. ايوه. ولذلك اغلبيه القوانين الخاصة بالمناقصات، ولو معانا حد سعودي، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لأنه هو الوحيد اللي سماه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو هنا في مصر قانون التعاقدات العام 182 ل 2018 أو ما إلى ذلك في قانون اشترطت في هذا المحل شرطين أساسيين: أن تكون هذه المواصفات تفصيلية ودقيقة. مهمة. يعني
طيب هو مين اللي يحدد هناك بقى؟ ما انا المفروض ان انا راجع هناك عن تحديد الاحتياج الجهه اللي طالبه، او جابت لجنه فنيه، او اتعاقدت مع جهه بره، او مستشاري مش عارف ايه حدد كما وفنا. طب ممكن يكون على قد حالي كده هتعمل لي مشكله في التنفيذ، الله يهديك. طب بعد اذنك ممكن اتعاقد على حاجه غير اللي انا طرحتها نهارك ابيض، انت بتقول ايه؟ ما انت كده ده انت في كلام. رغم ان انا لما بصيت على مناقصه في فرنسا في هذه الجزئيه كانت بتتعاقد على شيء ازيد من اللي طرحته فنيا، لان كراسه الشروط وضعت المواصفات الفنيه بتاعتها كحد ادنى، واجازك ان تتعاقد مع ما هو اعلى طالما هو محقق للمصلحه ومثبت للجانب المالي بضوابط معينه، ماشي. لكن خليني هنا عشان ما اطولش في الجزئيه دي، ان انا لازما يكون المحل هنا معين محقق الوجود. برضه ما اناش فاهم قوي. طب اقول لك على حاجه، ما تيجي اعطيك مثال صغير وانت تقول لي عشان تقول لي انت فهمت ولا لا. اوعى تكون نايم يا باشمهندس احمد عبد الوهاب، انا بقول لك اهو اوعى تكون نايم. لا ده لسه هيتكلم صح. ما انا مش معايا ازاي يا باشمهندس ماجد؟ اي حد مركز مع حضرتك يا نايم. دكتور، انا بقول لكم حبيبي، انا بقول لك لان انت مستمتعين. وشك سامح، الله يكرمك. والابتسامه بتاعتك احنا جميله، عشان ممكن كده نخليهم بدعمك. كلهم يفتحوا الكاميرا يا دكتور احنا ونشوف مين مستمتع، صاحي انا ومين والله نايم. مستمتع جدا جدا يعني، والله ربنا مستمتع جدا. يعزكم، والله ده من ذوقكم. خدوا بالكم بقى، انا عاوز بس اطرح مثال يا ناديه، مهندسه ناديه، اسمعوا معايا كده، مهندس عمرو، هطرح مثال وانتوا تقولوا لي. ما انا من شويه قايل ان القانون، طالما اخونا المهندس محمد كان عمال يقول لي قول القانون قول القانون، يقول لك القانون لازم من اشتراطات المحل ده ان يكون محقق الوجود. معينا، ايوه، وان يكون مشروعا، وقال لي صاله القمار وهنشتري وهنبني صاله قمار ومش عارف ايه، اتكلمنا كانه قانوني. انا مش عارف ده انا كنت هسيب القاعه وامشي قبل ما ابدا، لما لقيته كده قلت ده باين عليه يعني هو قانوني وجايبني انا مهندس ولا حاجه يعني. العفو يا دكتور. تعالى كده يا اساتذه، خدوا المثال الاتي ده. اخويا المهندس احمد عبد الوهاب ربنا يعطيه الصحه ويبارك له، لقيته كده قاعد حاطط الكرسي كده وقاعد، انا هقول لكم المثال بشكل فكاهي عشان تفهموا انا عاوز اقول ايه. ولقيته قاعد حواليه بقى الاجهزه كده والمعدات وبيحفروا. فبقول له يا باشمهندس انت بتعمل ايه؟ قال لي والله يا فارس يا اخويا انا ان شاء الله هطلع في المنطقه هنا برج 150 طابق. قلت له يا ربي ربنا يعطيك يا اخي ويبارك لك، بسم الله ما شاء الله. فقلت له والله تخيل يا باشمهندس احمد انا كان نفسي اشتري شقه في المكان ده. قال لي ولا يهمك عادي كما تشتري. قلت له طب ان شاء الله لما تبنيها اجي اشتري. قال لي لا 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 انت عبيط ولا ايه؟ ده هو اللي بيقول لي انت عبيط ولا ايه؟ اما ابنيها اذا كنت انا دلوقتي بايع لغايه الطابق 149. فين يا سيدنا ده انت لسه بتحفر في الارض. المهم فضل ورايا يا اساتذه لما اشتريت الشقه في الطابق ال 150 وارفق بالعقد الرسومات والكتالوجات والتصميمات والتراخيص وجيت ماشي. قال لي فين الفلوس؟ قلت له ايه ده انت عاوز تاخد الفلوس كمان؟ قال لي خد الفلوس. اذا انا اشتريت الشقه اللي في الطابق ال 150 وهو لسه بيحفر، لسه ما طلعش من الارض، ودفعت الفلوس. اول ما روحت البيت اعاديكم على اللي حصل، كنت هطرد من البيت. قالوا لي ده انت اتنصب عليك، مهندس احمد عبد الوهاب نصب عليك وخد تحويشه العمر. طبعا المهندس احمد في العقد كتب لنا ان الشقه دي هتتسلم امتى؟ هتتسلم 1/1/2024. هنا السؤال، هو العقد ده صح ولا غلط؟ ما احنا لسه قايلين من شويه كده يشترط لصحه المحل ان يكون محقق الوجود، صح ولا لا؟ هذه العين اللي هي الشقه غير محققه الوجود. فسؤالي هنا هل هذا العقد صحيح ولا باطل؟ انتوا اللي هتردوا عليا، لان انا من ساعتها ما دخلتش البيت، مش راضيين يدخلوني البيت، لان المفروض ان انا هستلم يوم 1/1/2024. ايه رايكم؟ اتفضلوا بسرعه افتح المايكات بعد اذنك يا باشمهندس. حاضر يا هندسه. محمد حاضر يا دكتور. اللي عايز يعمل ريز هاند بسرعه بسرعه، الله يكرمكم، مفيش وقت مفيش وقت، انا قربت من وقت الدكتور. الله يكرمكم. طب بعد اذنكم ما تفتحش المايكات واكتب على الشات بسرعه عشان اكسب. طيب. يلا اكتبوا في الشات يا باشمهندس. بس افتحوا على العام يا شباب، ما حدش يكتب على الخاص بعد اذنكم. حالا. يلا يا اساتذتنا. ايوه سؤالي، هل هذا العقد الذي تم بيني وبين المهندس احمد عبد الوهاب صح ولا باطل؟ سليم ولا باطل؟ بس يلا بسرعه.
بسرعه يا شباب، ما فيش وقت الله يكرمكم. ما فيش ولا واحد كتب. ها يا باشمهندس محمد جابر، بدل ما انت رافع ايديك اكتب. يا باشمهندس عمرو، بدل ما رافع ايديك اكتب يا باشا، بعد اذنكم بعد اذنكم اكتبوا يا ساده على الشات، الله يبارك لكم بسرعه. انا هجاوب انا شكلي لان مفيش وقت مفيش وقت. طب ادي المايك للمهندس المهندس عمرو. المهندس عمرو عشان محمد عمرو ولا احمد عمرو تقريبا، عشان هو رفع نزل ايديه. ايده. ارفع ايدك كده عشان تظهر قدامنا. مش هقدر عليه في الزحمه اهو تاني. اهو محمد جابر اهو. اتفضل يا محمد يا جابر. يلا بسرعه بسرعه. العقد صحيح من تاريخ 1/1/2024 وما هو قبل ذلك ما يعتبر اتفاق. شكلك شريك المهندس احمد عبد الوهاب، شكلك عاوز تاخد الفلوس. اسمع بقى، انا هكتفي بهذه المشاركه، بس انا هجاوب. للاسف يا صديقي العزيز، لا تستطيع بحسب ما استقر عليه القضاء في مصر وفي فرنسا وفي السعوديه وفي الكويت وفي الامارات وفي السودان وفي نيجيريا، بحسب ما استقر عليه انك ما تستطيعش تحكم على هذا العقد صحيح او باطل الا يوم 1/1/2024. في هذا اليوم انت على احد 3 احتمالات. اركز بقى، في هذا اليوم انت على احديه، يعني تفضل قافل بقك كده لغايه يوم 1/1. الاحتمال الاول، اخويا المهندس احمد اول ما يقابلني، اهلا يا حبيبي، خد المفتاح اهو. واخد المفتاح يا باشمهندس، اطلع الاقي الشقه زي ما العقد بيقول بالظبط، كل المواصفات وكل الاشتراطات متوافره فيها. اروح نازل بايس على راس اخويا المهندس احمد، كتر خيرك، ده انا مطرود من البيت من ساعتها. اذا هذا العقد سليم. الاحتمال الثاني، اروح الاقي اخويا احمد لسه بيحفر، لسه قاعد بيحفر، او بنى الطابق ال 149 ولسه ما بناش الطابق ال 150، او بنى كل الطابق ال 150 فيما عدا الشقه بتاعتي انا ما حطش فيها طوبه. يا الله، احرقتنا يا باشمهندس احمد. كده العقد ده باطل، هو مش منعدم، باطل. وبعد اذنك يا باشمهندس احمد، عشان ما نعملش مشاكل، ترجع لي الفلوس اللي انا دفعتها، وانا اتضريت ب1 2 3 4 تعوضني، يا اما هروح بقى محكمه او تحكيم حسب الوضع. ماشي؟ يبقى هنا ترد لي الفلوس وفي تعويض. طب الاحتمال الثالث الباشمهندس احمد يقابلني بالمفتاح، يقول لي بس والله محرج منك يا فارس. قال ليه بس؟ والله في شويه حاجات كده ثانويه ما قدرناش نستوفيها، يعني انت كنت مشترك في الصبغ الدهان يكون ابيض، عملناه اصفر خفيف كده. كنت مشترك انه يكون الغرفه 5 في 5، عملناها 5 ل 2 سم في 5 ل 3. يا سيدي ما يهمكش يا باشمهندس احمد، يا هي جت على كده، واقول له مش مشكله. او ان انا اتمسك بالبطلان، وفي هذه الحاله اتعامل معامله الاحتمال الثاني، ويكون لي ابطال العقد واسترداد اموالي والتعويض ايضا. يبقى هذه هي الاحتمالات ال3 سريعا. طيب طبعا هناك فرق. هذا خد بالك، بحسب التطور العقاري اللي حصل، هذه الامور في المنقول تبطل العقد. اذا لم يكن العقد محل العقد موجود وقت التعاقد فهو باطل. انما اذا في العقار، اساتذتنا في التشريع قالوا لا يشترط في محل العقد في العقارات ان تكون محققه الوجود وقت التعاقد، وانما يكفي ان تكون قابله للوجود مستقبلا، كنوع من محاوله المساعده على تضخيم وتطوير الاستثمار العقاري وما الى ذلك. اركن دي للاسف. تعالى ادخل، طبعا ما قلتش حاجه في المحل على فكره لغايه دلوقتي. هاجي على اللهم صل على رسول الله، على مده العقد. مده العقد في العقود الهندسيه بالذات، طبعا احنا نفرق ما بين مده العقد ومده تنفيذ العقد. ليه؟ لان احنا عندنا حاجه اسمها تمديد مده العقد وحاجه اسمها تجديد العقود، وضعيه مختلفه. كل ده يختلف عن تكمله العقد. كل ده يختلف عن ايه؟ عن تكمله العقد. طب ارجع لي لورا شويه كده بعد اذنك في الحته دي. مده العقد. ايوه. طيب هو الاول، هو ايه يعني تمديد مده العقد؟ ما هو خد بالك، ليس بالضروره ان يكون مده العقد هي مده تنفيذ العقد. ممكن تزيد مده التنفيذ، ممكن تقل مده التنفيذ، ممكن تكون مده التنفيذ هي نفسها مده التعاقد. مده العقد كالسنه، ونفذنا خلال السنه.
الحمد لله نفذنا في السنه، بمعنى صح مش خلال السنه عشان نقول بألفاظ لغويه صحيحه. نفذنا في السنه، هم ال 12 شهر بتوعنا نفذنا فيهم، لا قبل ولا بعد. طيب ممكن ان انا اطلب تمديد في امور معينه او يفرض عليا التمديد بوضعيه معينه، وممكن ان انا انفذ قبل الوقت. طيب تعالى بس في حته التمديد دي، هو يعني ايه تمديد مده العقد؟ تمديد مده العقد معناه ان العقد اوشك على الانتهاء، ولكن الحقيقه يا باشمهندس ماجد انا مش هقدر اخلص الشويه اللي فاضلين دول وفقا في الوقت، في الشهرين ثلاثه، في الاربع شهور، في الخمس شهور، في اليومين اللي فاضلين دول. فبعد اذن سيادتك تزود لي شويه. التمديد له احكام في الواقع تختلف عن الاحكام في القانون. يعني ايه المفروض في القانون؟ ان التمديد لا يزيد على مده العقد الاصليه، وقد يكون هذا بطلب من المقاول. طب ممكن يكون من صاحب العمل، بس هو الحقيقه الواقع بيقول ان رغم ان صاحب العمل هو اللي كده، بس بيخلي المقاول يطلب بضوابط معينه. هنشوف، ممكن الاستشاري، هنشوف الكلام ده. يبقى معنى التمديد زياده مده او اضافه مده الى مده العقد لا تصل الى المده الاصليه، لسبب يرجع الى المقاول او الى صاحب العمل او لاسباب خارجه عن الاراده. يعني مثلا المقاول انشغل قوي في المشاريع اللي عنده يجي 6 7 مشاريع، فأثر شويه في المشروع بتاعي. بعد اذنك يا صاحب العمل، انا بطلب ان انا تزود لي بس المده. هو كان المفروض نخلص يوم 1/1، بعد اذنك يخلص يوم 15/1، نخلص 30/1، نخلص 15/2، نخلص ماشي. هو مده معينه هيطلبها، ويكون خد بالك، وهذا التمديد يطلب سواء نص عليه في العقد او لو بنص، حتى كتير ما بيتنص عليه في العقد. لكن لما نتفق على التمديد نعمل له ملحق، ده لازم، لان في فرق. خدوا بالكم، في خلط كبير جدا ما بين ملحق العقد ومرفق العقد. ده الملحق ده هو العقد، يعني هو جزء اصيل من العقد سواء كتب قبل او بعد. يعني نشوف الكلام ده لو سمح الوقت. طيب لما يقول لي همدد وانا اقول له لا 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 لا، انا وقتي ما يسمحش، مش همدد لك، سلمني العقد على الكيفيه اللي انت وصلت ليها، ونحاسب، واللي ليك خده واللي عليك هتدفعه مقصه، ماشي. او اقول له انا موافق، موافق، تعالى بقى نكتب الملحق. وخد بالك بقى في حته مهمه، انا موافق، بس اوعى تفتكر ان انا لما اوافق لك ان انت هتمدد العقد هحفيك من غرامه التاخير. لا، ده غرامه التاخير ده حكم خاص لا يعفى الا باتفاق خاص. فدي مهمه جدا، لان ايه؟ لان دي تدخل بقى بالنسبه للعقود الحكوميه في اطار المال العام، اللي عاوزه موافقه جهات رقابيه وقصه طويله. كويس جدا. قد يكون التمديد راجع الى صاحب العمل. ما هو المفروض كان سلم الموقع في 1/1، لكن هو اخر ما سلمنيش الا في 1/2. يبقى التاخير هنا بسبب ولا بسبب؟ بسببه هو صاحب العمل. وصاحب العمل عاوز ينجز المشروع، فيقول للمقاول بعد اذنك خلينا نمدد مده العقد شويه. ممكن المقاول يقول له لا والله ما اناش فاضي، او ماشي انا همدد بس تدفع لي تعويض. يا سبحان الله، يعني في الاولانيه كان هو بيدفع له غرامه التاخير، في الثانيه هو بيدفع له تعويض، وهكذا. طبعا قد يكون التمديد راجع لسبب خارج عن اراده. ده الامور بقى متعلقه بقى مش قوى قاهره. خد بالك، القوى القاهره غالبا تفسخ العقد، دي قصه ثانيه. لكن انا اتاخرت مثلا في الجمارك، اتاخرت هنا ماشي، فالتمديد بيتم طبعا بالاتفاق ان نعمل ملحق، ولكن لا ان يدفع هذا لهذا ولا ان يدفع هذا لذاك، وهكذا. انما التجنيد هو مضاعفه مده العقد لتكرار التنفيذ. وعاوز اقول لك ان غالبا ده مش موجود في عقود المقاولات غالبا. ده ممكن يبقى في التوريدات، في الخدمات، في مش عارف ايه، في الكلام ده في ضوابط معينه، وفي محاذير كبيره قوي بالنسبه لتجديد العقود الحكوميه، لان الكلام ده بيدخل في الإخلال بأحكام المنافسات أو المناقصات، وهل هذا يعتبر إسناد مباشر في حالات التعاقد بالمنافسات أو لا، على قصص طويلة وفيها أحكام قضائية وفيها قصص طويلة قوي. فأنا عشان ما ندخلش في هذه المهاجل، والله يا باشمهندس محمد أنا كان نفسي أطول، بس أنا للأسف مرتبط، فأنا بعتذر جدا. يعني اتفضل. مش قادر أقول لحضرتك حاجة والله، إحنا كلنا استمتعنا. احنا غالبا القانون بيبقى تقيل على قلب المهندس، لكن اول مره نسمعه بصيغه جميله كده من حضرتك يا دكتور. ده بس عشان روحك انت اللي حلوه.
روحك انت اللي حلوه في تطبخ بخاطري. العفو، لا انا بتكلم بجد يا دكتور. ما اقدرش اضغط على حضرتك اكتر من كده. مش عايز اخل بالتزام حضرتك مع احد الاطراف الثانيه. ربنا طيب احنا نشكر دكتور فارس لحضوره معنا هذه الساعه القليله جدا، وان شاء الله اوعدكم انه يحضر معنا في مرات كثيره نستفيد بعلمه بشكل اوسع باذن الله.